والمغرب ما زال يرتفع رأسه يوما بعد يوم. نهار 29 أكتوبر اللي غادي يكون فيه ما يسمى بالإضراب الوطني، غادي يكون فيه خبر صار للمغاربة جميعا إن شاء الله الرحمن الرحيم. وحتى غادي يكون خبر صار، ما بغيتش نقولوا دابا لأنه باش ما يكونش رسمي، تسمى كنسبق العرس بليلة، غادي يتعلن. ومن الطبيعي 3 سنين كلها والأخبار السارة كتجي الحمد لله. التحكم في الميزانية، داك الشيء اللي قال لكم سي بوسعيد، التنقيطات ديال المغرب، المكانة ديال المغرب عالميا. اليوم جات لعندي واحد اللجنة، يعني مجموعة ديال رؤساء البرلمانات ديال امريكا الجنوبيه. الكلام اللي قالوه في المغرب يدخل السرور على القلب. كل شيء الحمد لله كيشوف كيفاش المغرب الحمد لله كيتمتع بالاستقرار وكيتمتع بالامن، وكيفاش الامور تتحسن فيه. طبعا ماشي كل شيء في لحظه واحده غادي يتصوب، ما يمكنش، لابد من شويه ديال الصبر. فهذا هو طبعا كلكم كتسناو نقول لكم شي حاجه على الاضراب الوطني او الاضراب العام، سواء هذاك واحد الحق مكفول للناس اللي عملوه. وحنا كاينه واحد القضيه خصها تفهم، واخا يقولوا هما حنا بغاو يديروا معنا الحرب، حنا ما غنديروش معهم الحرب. حنا ما كنتحاربوش مع الناس اللي كيمثلوا المجتمع. والمساله الثالثه وهي الاضراب بكل صدق، ما كنعتبروهش حل. الا كان حل مزيان، الا كان عندهم حل ما يحتاجوش يديروا الاضراب، يجيبوا لي الحل انا ننفذوا. الا ما كانش انا مضطر باش نصلح التقاعد. هذه الحكومه قررت ان تصلح التقاعد، سنصلح التقاعد ان شاء الله الرحمن الرحيم.